السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض صينيه السردين في الفرن. طبعا انتوا عارفين ان انا بموت في الاسماك، فهنعمل النهارده السردين بطريقه مختلفه وسهله ان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان نكبر مع بعض. يلا بينا نبدا في المقادير. اول حاجه بجيب السردين بنضفه كده بالسكينه من القشر بتاعه، وبعد كده بفتحه من جوه وبنضفه كمان بنضفه كويس من جواه. شايفين بالراحة كده، لأن السردين لحمه بيبقى طري خالص، بس لما بتبقوا جايبين السمكة صبحة بتبقى ماسكة نفسها شوية معاكم. بشيل كده السلسلة اللي بتبقى من جوه، وبنضف السردينة بحيث ان هي تبقى لحمة بس. معايا بقى توم مفروم، فلفل مفروم، بقدونس وصلصة، ملح وفلفل ابيض وكمون، عصير ليمون، ومعايا طماطم وفلفل متقطعين كده زي ما انتوا شايفين. الفلفل الحامي طبعا تحطوه حسب الرغبة. كمان معايا واحدة بطاطس مقطعاها شرايح رفيعة شوية ومحمراها. بجيب بقى الصلصة مع الثوم مع البقدونس مع التوابل والليمون، وبقلب كل كده الخلطة دي كده مع بعضها، والفلفل المفروم طبعا بقلب كل الخلطة دي كده مع بعض. وبعد كده بحط عليها كمان رشة من الجنزبيل بتديلي ريحة حلوة للسمك وطعم كمان حلو. نسيت احطها في المقادير. وهقلب كده كل الخليط الجامد ده مع بعض، وهبدأ بقى بعد كده احشي بيه السمك. بس قبل ما احشي بيه السمك هجيب الخضار بتاعي اللي هو الفلفل والطماطم والبطاطس، وهحط عليهم معلقتين كده من الخلطة دي، واقلبهم مع بعض وافرشهم في الصينية يبقوا بطانة كده للسمك. بعد كده هجيب بقى سمكات السردين وهبدأ احشيها من جوه بالثوم، ومن بره اعمل لها كده، يعني احط التتبيلة فيها من جوه ومن بره، بحيث ان السمكة تبقى كل مكان فيها واخد من التتبيلة كده بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ارصه، تقدروا ترصوا بقى الرصة اللي انتوا حابينها بالشكل ده كده. من اكتر الاكلات اللي انا بحبها السمك، لاني بحسه بيبقى اكل صحي، سواء انتوا حتى عاملين دايت كمان الاكله دي تنفع جدا للدايت، بس هتستغنوا فيها عن رشه الزيت اللي انا هحطها في الاخر، او ممكن تحطوا مكانها رشه من زيت الزيتون. ولكن السمك مهما كانت الطريقه اللي معموله بيها بحسه في الاخر ان هو اكله صحيه، غير ان هو غني طبعا بالاوميجا 3، وغير طبعا طعمه اللي بيبقى خطير. يعني من احلى انواع اللحوم اللي انا بحبها هي الاسماك. كده انا خلصت كل التتبيله بتاعه السمك. هبدا بقى كمان التتبيله اللي باقيه كده برضو همسحها في السمك من فوق، علشان يبقى غرقان وشبعان من تتبيله الثوم والسمك والبقدونس، بيبقى ميكس رهيب في الطعم. بعد كده هجيب شرايح من الليمون وهبدأ أزين بيها الطاجن بتاعي كده بالشكل ده، وهبدأ أديله رشة من زيت الذرة كده من فوق. لو حابينه يبقى صحي ممكن تعملوا رشة من زيت الزيتون، أو من غير خالص برضو هيبقى جميل. بدخله الفرن على درجة حرارة عالية، بيقعد من ربع ساعة من 10 دقايق لربع ساعة، وبيطلع كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حطيته تحت الشواية بس 3 دقايق كده علشان ياخد لون محمر شوية من فوق. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.